ضربات قلبك بتعلى، حاسة ان انتي مش قادرة تاخدي نفسك، حاسة ان انتي مش قادرة تقفي على رجلك. كل ده بسبب القلق المفرط. سمعت شكاوي كتير من ستات كتير بتخاف زيادة عن اللزوم على ولادها أو على أهلها أو على أيا كان مين الشخص. ساعات القلق الزيادة عن اللزوم بيسبب الأعراض اللي أنا قلتها. طيب إزاي نقدر نسيطر على القلق ده؟ مثلا لو كلمتي ابنك وما ردش عليكي في التليفون، وابتدت ضربات قلبك تعلى، وابتدى نفسك مش عارفة تاخديه، ساعتها على طول تلهي نفسك بأي حاجة. تقومي تعملي لنفسك كوباية شاي، أو تقومي تغسلي وشك، أو تفتحي الموبايل وتلعبي دور جيم، وتقولي لما أخلص كوباية الشاي هتصل بيه تاني، أو لما أخلص الجيم هعيد عليه المكالمة تاني. يعني الهي نفسك بأي حاجة على ما يعدي شوية وقت صغيرين علشان تقدري تفصلي عن الإحساس القلق الزيادة اللي انتي حاسة بيه. جلسات القلق بتكون مطولة شوية، بس حقيقي المريض ساعتها، وانا بقول مريض عشان هو فعلا مرض وبيأثر على حياة الإنسان القلوق جدا، وما بيقدرش يعيش حياته بشكل طبيعي خالص. الجلسات بتاعت القلق بتطول شوية، بس حقيقي نتائجها بتكون كويسة جدا. وبعد ما جلسات العلاج بتخلص فعلا المريض بيقدر يعيش حياته بشكل طبيعي جدا بعد كده. لو الموضوع عجبكم سيف وشير، واتمنى متابعتكم.